الشركة نزّلت إعلان لنفس وظيفتي بالضبط، وأنا لسه شغال وما حدش كلمني. أسأل مديري والّا أسكت ويمكن يكونوا فعلًا بيدوّروا على حد بدالي؟ ده سؤال مهم جدًا. بُص، الإعلان لوحده مش هيقول لك الحقيقة كلها. ممكن الشركة تكون بتكبر وعايزة حد تاني يعمل نفس شغلك، وممكن فعلا يكون في تغيير ليه علاقة بيك. علشان كده ما تسألش نفسك هو ليه نزل الإعلان. اسأل السؤال المهم: إيه اللي اتغير معايا قبل ما الإعلان ينزل؟ هل شغلك المهم بدأ يتسحب منك؟ هل بقيت بره الاجتماعات اللي كنت بتحضرها؟ هل مديرك بدأ يدخل واحدة واحدة حد تاني في تفاصيل شغلك؟ هل طريقته معاك انت اتغيرت فجأة؟ لو مفيش حاجة من ده حصلت ما تسبقش الأحداث لو سمحت. لكن الإعلان لو جه ومعاه كل اللي أنا قلته ده، هنا لازم تفهم إيه اللي بيحصل. وخد بالك ما تروحش لمديرك تقول له هو أنتوا هتمشوني، اوعى، لأن بالطريقة دي أنت مش هتوصل معاه لأي رد، ويمكن حتى لو عارف حاجة مش هيقولها لك. طب أنا المفروض أعمل إيه بعد كل الكلام ده كله؟ أول حاجة وأهم حاجة اسأله بهدوء: أنا شفت إعلان قريب جدا من شغلي، هي في ناس جديدة جاية؟ هو في تغيير أنا محتاج أعرفه؟ اتنين، لو سمحت بص على آخر شهرين مش آخر يومين، شوف فعلا إيه اللي اتغير في شغلك، مسؤولياتك، طريقة مديرك معاك. ما تخليش خوفك هو اللي يفسر كل حاجة. تلاتة، ظبط السي في بتاعتك وشوف السوق فيه ايه. مش معنى كده انك هتمشي، بس ما تستناش لحد ما تحصل مشكلة وبعدين تبدأ تتحرك. وافتكر دايما الإعلان ممكن يكون صدفة، بس التصرفات كلها عمرها ما هتكون صدفة. فاهمني؟